ليه دايما أول ما بنقتنع بفكرة معينة بنحس إن كل الأخبار والفيديوهات اللي في الدنيا كلها بتثبت صحة كلامنا؟ وليه لما بنشوف أي رأي مخالف أوتوماتيك كده بنقول عليه هبد ومش بنفكر فيه حتى؟ الموضوع مش صدفة يا صديقي على فكرة، ده سجن نفسي مخك بيبنيه حواليك اسمه الانحياز التأكيدي. العقل البشري كسلان بطبعه، بس ذكي في نفس الوقت. مش بيحب يتعب نفسه ولا بيحب يكتشف إنه كان غلطان، فبيختار الطريق السهل دايما. بيعمل إيه بقى؟ بيدور على أي دليل يأيد صحة كلامك اللي بتفكر فيه، وبيعمل نفسه مش شايف أو بيكذب عن قصد أي دليل تاني عكسه. علشان كده هتلاقي مثلا اتنين بيتخانقوا في السياسة أو في الكورة أو حتى في الحياة العامة، وكل واحد فيهم معتقد ومقتنع 100% إنه معاه الحقيقة المطلقة، أو شايف التاني أعمى. الخطر الحقيقي هنا إنك بتعيش في دايرة مغلقة ما بتعرفش تخرج منها لو ما كانش عندك مرونة كافية، وبتبدأ تاخد قرارات غلط بناء على معلومات منقوصة، ومعلومات ناقصها جزء من الحقيقة أنت بس اللي اخترت تصدقها. علشان تطلع من المصيدة دي اتعلم تصدم دماغك. ازاي اصدم دماغي؟ كل ما تقتنع بحاجة بشكل قاتل كده اسأل نفسك بجدية، طب ايه رأي الطرف التاني في الموضوع ده؟ ايه الدليل ان كلامي صح 100%؟ وهل ممكن يكون غلط؟ لما تبدأ تدور على الحقيقة مش بس اللي يريحك، ساعتها بس هتلاحظ ان الصورة اكبر بكتير من اللي انت شايفه. قول لي في الكومنتات امتى اخر مرة اكتشفت انك كنت متمسك برأي غلط وفي الاخر طلعت غلطان.